ارتقى الشهيد خليل الوزير أبو جهاد أول رصاص الشهيد الرمز أبا جهاد في هذا المكان بالضبط 72 رصاصة اخترقت جسده الطاهر. هنا ارتقى شهيدا، وكان أيضا في آخر الكلام وفي آخر الوقت وفي آخر ثانية أيضا كان المسدس شخصي، وحاول الدفاع عن نفسه أمام هذا الكوماندو الإسرائيلي الصهيوني الغاصب، والذي دائما لا يفكر إلا بعقلية مجرمة وعقلية فاشية. إذن في هذا المكان الطاهر هنا كانت آخر دقائق للشهيد خليل الوزير أبو جهاد، هنا في تونس في سيدي بوسعيد في 16/4 عام 1988 في الانتفاضة الأولى. وكان يجلس هنا لكي يكتب في آخر كلمات: نداء نداء نداء، لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة، لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني. رحم الله أبا جهاد وبقت ذكراه، وبقى هو الحاضر الرمز لذلك الإنسان. هو نعم بصمة إنسانية وطنية مخلدة كما هذا الرجل الكبير العظيم خليل الوزير أبا جهاد. إلى روحك ألف سلام وتحية. في هذا المكان كان الكثير من الحكاية التي تحفظ عن ظهر قلب. هذا البيت النوم الذي كان فيه أبا جهاد، وهذا المكان هنا كانت الحديث، وكان للأسف آخر دقائق للرئيس الشهيد أبا جهاد رحمه الله.